ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم في فيديو جديد. انا عارفه اني طولت حبه بقالي فتره ما بنزلش وكده، بس حرفيا الامتحانات بجد يعني الموضوع صعب. المهم خلي الجو بتاع الامتحانات كله هخليه لكم في فلوج الامتحانات اللي هينزل ان شاء الله يعني على الاسبوع اللي جاي، يعني ممكن على يوم التلات او يوم الاثنين اللي جاي باذن الله. مش هكون خلصت امتحانات ولا حاجه، بس هنزل لكم الفلوج الكبير للشهر بتاع الامتحانات كله في يعني قبل اخر يوم امتحانات. واخر يوم امتحانات هيبقى ليه فيديو منفصل ان شاء الله عشان نختم سنه اولى بايوتكنولوجي سوا كده بفيديو، يعني يبقى للذكرى وكده. المهم خلونا دلوقتي النهارده نتكلم على فيديو النهارده هيكون روتين بسيط. حابه ان انا افوق شويه عشان انا لسه خارجه من تعب برد وكده، وانتوا طبعا عارفين تعبي لما بيجي ببقى عامله ازاي. حابه ان انا اعمل معاكم روتين النهارده كده، احاول افوق ان انا اخلي نفسي نشيطه شويه، اعرف ان انا افوق بجد عشان الماده اللي جايه دي مهم جدا ان انا افوق لها. في نفس الوقت اهتم بنفسي، اهتم باوضتي عشان حاسه ان الدنيا حواليا قوي مكركبه. ممكن تشوفوها انها مش مكركبه قوي، بس انا اللي حاسه بكده. بس ما علينا، اعتبروا الفيديو ده ان هو يعني زي ما بيقولوا ايه، يعني فاصل كده شويه، ان انتوا تفصلوا تعرفوا ان انتوا تفوقوا شويه بين الامتحانات وبين الحياه، فانتوا ترجعوا للحياه وفي نفس الوقت انتوا برضو في نفس الوقت لسه في الامتحانات، فتاخدوا بريك شويه ان انتوا تهتموا بنفسكم، تهتموا باوضتكم، تهتموا بكل حاجه حواليكوا عموما. يعني زي ما انتوا شايفين دلوقتي ده شكل سريري الحالي، فهو مش مبهدل قوي عشان حق ربنا يتقال، ده مش مبهدل قوي. ليه؟ لان انا شخص الحمد لله يعني ما سريره ما بيتبهدلش جامد قوي وانا نايمه. يعني انا مش من نوع الاشخاص اللي بتتقلب كتير وهي نايمه دي، والملايه تتشال ومش عارفه ايه في ناس كده بس انا الحمد لله مش كده. انا حرفيا شايفين السرير هو صغير، انا سريري مش كبير، بس مع ذلك انا بنام في الحته دي كده. بس لا انا بجد ما بدخلش هنا، يعني انا سايب السرير الجزء ده كده كله. ما علينا. المهم دلوقتي هوضب السرير على طول وندخل بعد كده نهتم ببشرتنا ونصلي، او لسه الظهر ما اذنش اصلا. ما علينا، فان احنا ايه نقوم نفوق ونهتم بنفسينا عشان نشوف بقية اليوم نعمل ايه في كروتين يوم عادي في نص الدراسة نص الامتحانات. فيلا. طيب طيب يعتبر نوعا ما كده انا وضبت سريري وخلصت. حرفيا ما يعني ما بعملش اي حاجه، هو بس انا بعمل كده الملايه لو فيها اي حاجه والكباتة بلمها وبس. فمفيش حاجه تانية اعملها هنا خلاص كده. حرفيا مش باقي غير ان انا ارجع الكرسي ده مكانه وافتح البلكونه، يعني ادخل هوا شويه للاوضه عشان يبقى فيه هوا كده بتاع ربنا الصبح يدخل. وفي الاخر مش عارفه اعمل ايه تاني بصراحه. يعني تعالوا هنكتشف اليوم. انا يعني هو حرفيا الفلوج عشوائي، يعني ان احنا مع بعض كده نشوف احنا هنعمل ايه. مفيش اي فكره حرفيا ده كان واقع على الارض بيعمل ايه يعني.
طيب حاليا المفروض ان انا بعد ما فطرت وحاولت ان فوق عملت السكين كير بتاعي، المفروض ان اقعد اذاكر بقى شويه. يعني ده بيبقى روتيني حرفيا اني بقعد اذاكر. فانا عشان عندي امتحان يوم الاحد الجاي ان شاء الله، فهقسم الماده على النهارده وبكره. انا هقدر اخلص ايه النهارده عشان هي بجد ماده تقيله، فمحتاجه ان انا اشوف هعمل ايه. فمثلا عندنا هنا حوالي 8 محاضرات، فاحنا ممكن نبتدي باول 3 ونشوف هنخلص ال3 دول في قد ايه. طيب حاليا انا هعمل السكين كير بتاعي. حرفيا ما بستخدمش حاجات كتير قوي في السكين كير الليلي بتاعي، بس اهم حاجه بستخدمها هي السيرم. والسيرم ده حقيقي تحفه، ارشحه بجد لاي حد بشرته دهنيه خصوصا. يعني بيرطب جامد جدا، بيبدا يزيل الحبوب، بس يعني بتاخد وقت شويه الحاجات دي. يعني انا داخله اعتقد على اسبوعين كده بستخدمه، فيعني انا شايفه نتيجه نوعا ما كويسه. الليل نهتم بنفسي شويه، فبستخدم مرطبات لبشرتي طبعا، لايدي ووشي. يعتبر ده السكين كير بتاعي. انا يعني مش عامله حاجه قوي النهارده، يعني الروتين كده تحسوه عشوائي شويه. انا خلصت محاضرتين من اصل ال3 اللي قلتلكوا عليهم، وبعدين نمت حرفيا. يعني حسيت نفسي ان انا نعسانه وعايزه انام، فنمت وصحيت وصليت وكلت يعني. ومن ساعتها ما عملتش حاجه، كنت قاعده قدام التلفزيون. فعايزه ارجع اكمل كمان مذاكره، بس مش عارفه بصراحه هقدر اكمل ولا لا، فهشوف. المهم ان انا بعمل دلوقتي الروتين الليلي بتاعي، هعمله ونشوف بقى لو هقدر اعمل حاجة تانية ولا لا. يعني الفيديو بصراحة بسيط وهادي كده، فاتمنى ان انتوا تحبوه يعني. ازيكم مرة تانية. طيب النهاردة حرفيا انا اخيرا مش مصدقه بجد ان انا خلصت ال3 محاضرات اللي قلت هخلصهم النهارده، مع اني نعسانه جدا. خلصت السكين كير بتاعي، وبعدين قلت اقعد احاول الم المحاضره دي، بس انا بجد نعسانه جدا جدا جدا، عشان بكره محتاجه بقى ان انا اقوم اكمل بقيه المحاضرات واخلصها. عندي حوالي كده 5 محاضرات بحالهم، عايزه الحق اخلصهم والمهم قبل بقى ما تيجي ليله الامتحان، عشان انا الماده دي حرفيا عايزه اقعد اراجع عليها تاني والمها تاني من اول خالص. يعني انا حرفيا ال5 مواد التانيين اللي هذاكرهم دول لما اصحى، دول انا هكون اول مره باخد عنهم فكره بجد والله. المهم ان الفلوج النهارده هو بسيط وخفيف وكده، يعني حبيت اني اشارك معاكم يوم بسيط. يا رب تكونوا استمتعتوا فيه وحبيتوه. عارفه اني ما عملتش حاجات كتير قوي، بس اعتبروا ان الفلوج ده سريع شويه. طبعا ما نهتمش للعشوائيه اللي انا فيها لما بطلع اكلمكم، بس حرفيا بلبس اي حاجه في الحر ده عشان اطلع اتكلم معاكم بجد والله. انا بجد هموت من الحر جدا، الجو فظيع بجد. يا رب يهونها علينا بجد في الصيف ده. المهم ان انا حاليا هقفل معاكم الفيديو وننهيه على كده. بحبكم جدا جدا جدا، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، عشان احنا قربنا ندخل على 800 مشترك، فان شاء الله ان شاء الله نوصل ل1000 قريب. بحبكم جدا، استنوني في الفيديو الجاي والفلوج الجاي ان شاء الله. سلام.